صغيرة بمنطقة فروحة، دائما يلتقون بيها الصديقات ويلعبون، بس أبد ما ينظفوها من ياكلين يعيفن الأوساخ بالأرض ويرحل بيتهم. بنات، شنو رايكم اليوم العصر نتجمع بالحديقة اللي يم البيت ونلعب ونسولف ونغير جو ما دام كملنا الامتحانات الشهرية؟ اي خلي نروح، صار لنا هواي متجمعين هناك بسبب الدراسة والامتحانات. اوكي نروح للحديقة، انا احبها وعندي وايد ذكريات بيها، صار لنا سنين نتجمع هناك. يعني ما عندكم غير هاي الحديقة؟ اصلا كلها وساخة. ترى قبل كانت نظيفة بس بسببنا توسخت، كل ما نروح بيها ناكل تشيبس ونعيف التشيس بالارض ونكرس حب وهم نعيف القشور، فاكيد تتوسخ. يعني سوسنا احنا الغلطانين. لا مو سوسنا ولا بسببنا، لا عاد بسبب من؟ ترى احنا اللي نوسخ بيها بسبب عمال النظافة. هي حديقة عامة المفروض واجبهم ينظفوها كل يوم. اي بس هي متروكة ما حد يدخل بيها من الناس، بس احنا الوحيدين اللي نتجمع بيها، فالمفروض واجبنا ننظفها. بنات شنو رايكم اليوم ننظفها؟ لا والله فروحة، يعني احنا نريد نتجمع على مود ننظف، لو نريد نسولف ونلعب ونغير جو. انا بالنسبة لي اريد انظفها، ما احب اقعد بمكان وسخ. بنات انتو تجون وياي تنظفون لو لا؟ انا بالنسبة لي ما انظف. حتى انا ما علي ما انظف. اوكي براحتكم، بس قولولي انتو بيش الساعة تروحون للحديقة؟ نروح الساعة 5. اوكي لعد انا اروح قبلكم انظفها واكمل من الساعة 4 على مود من تجون الساعة 5 تلقوها نظيفة. فروحة بلا على شنو متعبة نفسك وتنظفين حديقة شكبرها مليانة وساخة؟ لأن أنا أحب أقعد بمكان نظيف. بكيفك عيني روحي نظفي. يعني هاي الحديقة نلعب بيها ونقضي وقت حلو، ليش هيك كلها وساخة؟ راح أنظفها وأخليها تلمع لمع. فالروحة جمعت الأوساخ كلها بمكان واحد وبعدين خلتها بالحاوية ورجعتها مثل ما كانت وأحلى، نظيفة وجميلة. هاي شنو منظفة وحتى فرشة النفراش. أي فرشتكم فراش تدللون. شنو رايكم بالحديقة؟ تجنن كلش حلوة صارت، عاشتيدش فروحة. تسلمون بنات، عافية بعد من نتجمع هنا منذب الوساخة ونروح حتى لا ترجع تتوسخ، ترى تعبت بيها. اي اوكي يلا تعالوا خلينا نلعب الطاولة ونغير جو. هاي الطاولة حشمرها عليك، كوني تلزميها، اذا ما قدرت تلزميها انتي خسرانة. اوكي يلا شمريها، اكيد راح الزمها. يس فزت عليك. شوفك شور الحب والماي ليش هيك ليش؟ يعني نفس الشي رجع نوسخن. خلي انظفه وامري لله. ها فروحة ايش تسوين؟ انظف وساختشن. انتي شنو تحكين ويانا بهذا الاسلوب؟ شنو انظف وساختشن؟ يعني ما لقيتي غير جملة تعبرين بيها؟ ايش تردين اقول؟ هو هذا الصدق، انت كرستن حب وشربت الماي وعفتن القشور اللي هي وساخة، لعد شو اقول؟ فروحة اعتذري منه لان جرحتينا بهاي الكلمة مال وساختشن. لا ما اعتذر، انا ما غلطانة، المفروض انتو تعتذرون مني لان صار لي ساعة كاملة انظف ومكسور ظهري وانتن جيتن عالجاز ووسختن. ها شبيكم على اختي؟ بنات صحيح ترى احنا غلطانين بحق فروحة. طبعا انتي اختها وتصيرين وياها حتى لو هي غلطانة. لا والله مو لان اختي، بس انا دا احكي الحق، احنا الغلطانين والمفروض نعترف بخطأنا، مو ترضوا هي تعتذر. فروحة والله اذا ما تعتذرين نزعلك وبعد ما نحكي وياك ابد. والله ما اعتذر لو ما ادري شو يصير. ها شنو تهددين اختي بالزعل على اساس نتمن واذا زعلتنها؟ هي صار الحكي؟ اوكي لعد خلي اختك فروحة تفيدك، اني ويقين مزعليكم. واذا زعلتن شنو قابل عيشتنا عليكن؟ يلا امشي ليان خلي نروح لاني ما يعرفون يحكين. لا زوجين فروحة خيولن، يلا امشي خلي نروح للبيت. اوكي يلا. فلوحة تموسة منتظر، وخر عني مالي خلقك. فلوحة اريد ابس، وخر عني ما اريد احكي ويا احد ولا لي خلق زعاطيط. فلوحة سيألي. لا تبكي حبيبي ناظوري، يلا اسكت. تريد نروح نشتري شيبس من المحل؟ اي اريد ابس.
اوكي هسه نروح واشتري لك، يلا اسكت. شبيك فروحة؟ اذا انت ضاجة ومقهورة من صديقاتك لا تطلعين حركتك باخوك الصغير لان ما له ذنب. يلا حبيبي نظوري تعال خليني نشتري كبس. شكرا سموسة. شبيك حبيبتي فروحة ليش ضايجة؟ صديقاتي ليان ويقين زعلونة أنا وشموسة وبعد ما يحجن ويانا. ليش شنو صاير بينكم؟ ماما هسه اسولف لك اللي صار وانت حكمي من الغلطان اني لو هن. اوكي يلا قولي شنو صار؟ فروحة سولفت الماما كل اللي صار وياها وقالت لها شلون نظفت وتعبت وجو صديقاتها وسخوا مرة ثانية. ها ماما هسه من سمعتي كل اللي صار شنو رايك من الغلطان اني لو البنات؟ شوفي حبيبتي فروحة اهدي شوية وسمعيني زين، ترى انتو كلكم غلطانين انتي والبنات. شلون ماما انا ما غلطانة؟ انتي حقك تضوجين لان نظفتي وتعبتي وجو هم ذبوا القشور مال الحب وذبوا البطالة مال المي. اي والله ماما تعبت وفوقاها يقولولي انت اعتذري. بس بنفس الوقت انتي همين غلطانة بحقهم، ما يصير تقوليلهم دا نظف وساختشن، يعني هذا الاسلوب ابد مو حلو. كانت تقدرين تقولين دا اشيل القشور ممكن تجون تساعدوني. صدقيني حبيبتي فروحة لو قالتلن هيك باسلوب حلو ومحترم كان من نفسها نستحن واعتذرن منك ونظفن وياك. صحيح ماما أنا كان أسلوبي بالكلام مو حلو، المفروض أحكي باحترام أكثر، بس والله كنت تعبانة ومقهورة ما أدري شلون حكيت هيك. ماما هسه شو أسوي؟ أنا أحبهم ما أقدر أعيش وهم زعلانين علي. باكر بالمدرسة اعتذري منهم. لا ماما ما أقدر أصبر باكر، خلي أروح البيت ليان والبيت يقين أعتذر منهم وأجي. اوكي حبيبتي روحي بس لا تتأخرين. لا ماما ما أتأخر، راح أخذ شموسة وياي. اوكي حبيبتي. ترى احنا الغلطانين، هسه لو معتذرين منها ليش طولنا السالفة وصار بيننا زعل على شي ما يسوى. اي صحيح والله غلطنا بحقها، بس هي همين غلطانة لأن حكت ويانا بعصبية وقالت كلمات مو حلوة، لازم نعذرها لأن كانت مقهورة وعصبية منظفة وتعبانة واحنا اجينا وسخنا، ترى حقها الضوج. اي والله صحيح، اقولك شنو رايك نروح البيت ونعتذر منها؟ اوكي يلا خلي نروح لهم وان شاء الله تقبل اعتذارنا. ها وين رايحين؟ رايحين لبيتكم على مود نعتذر منك لأن فكرنا وعرفنا احنا الغلطانين بحقك. وانتو وين رايحين؟ احنا هم رايحين لبيتكم نعتذر منكم لأن ماما فهمتنا انه احنا اثنيننا غلطانين. أنا آسفة اعتذر منكم صديقاتي، والله ما أقدر على زعلكم سامحوني، بعد ما أحكي وياكم بهذا الأسلوب المستفز، وعد أوعدكم. احنا مسامحيك وأتمنى انتي همين تسامحينا وتقبلين اعتذارنا لأن احنا غلطنا بحقك. أكيد مسامحتكم. يعني هسه صافي يا لبن؟ حبيبي يا قشطة. بنات شنو هاي زعلتنا حتى ما طولت نص ساعة وما قدرنا نتفارق ورجعنا تصالحنا. هي هاي الصداقة الحقيقية، حتى لو يصير زعل المفروض ما يطول. الله يديم صداقتنا وإن شاء الله ما نتفارق طول العمر. أحبكم يا أحلى صديقات بالدنيا. من هاي اللحظة نتعاهد انه نبقى صديقات وما يصير بيننا زعل طول العمر ان شاء الله، وهذا العهد يبقى يجمعنا وان شاء الله ما نتفارق.